تخيل تبقى سايق عربيتك في عز الليل وفي عز الضلمة في وسط طريق ما انتش عارفه وطريق ضلمة جدا. سحر كانت ماشية بعربيتها في وسط طريق ضلمة. اللي هيشوف شكل سحر هيعرف على طول إن في حاجة مش مظبوطة. الجو برد جدا وسحر جايبة مية من وشها ومن جسمها كله وبتجري بالعربية. كل شوية تبص في المرايات تتأكد إن مفيش حد ماشي وراها. هي ما كانتش عارفة هي فين بالظبط، بس هي عارفة هي رايحة فين، أو على الأقل عارفة مواصفات المكان اللي هي رايحاه. أهدى حتة في البحر، حيث لا أحد تمامًا يقدر يشوفها. خلّي بالك سحر أصلًا من المعادي، يعني وجود بحر في حياتها ده شيء غريب جدًا. دي قاهرية، بس برضه هي عارفة هي رايحة فين. قعدت ماشية كتير أوي بالعربية لحد ما وصلت لمكان فاضي تمامًا. هدِّت العربية خالص، وقفت، قعدت شوية تراقب عشان تتأكد إن ما فيش حد وراها، خدت نفس جامد وفتحت باب العربية ونزلت. مدِّت إيديها تفتح الشنطة وبعدين قالت لأ هافتحها بالمفتاح. بصّت جوّه الشنطة اترعبت، في جثة ملفوفة في الشنطة. عشان كده كانت طول الوقت مرعوبة. خدت نَفَس جامد، 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 ومدِّت إيديها تسحب الجثة دي، وهوب الجثة خبطتها في إيديها. صحيت من النوم بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبتحوقل. لا حول ولا قوة إلا بالله. دخلت الحمام، غسلت وشّها، استحمِّت، خرجت، لبست الإسدال، صلِّت، قعدت شوية عقبال ما باقي البيت صحي، كل اللي في دماغها 3 أسئلة: مين الجثة ده؟ إيه الدافع إنها تعمل فيه كده؟ إيه اللي ودّاها البحر؟ السؤال الأخراني ده كان بيضحّكها أوي. يعني يا ست صح هو اللي فارق معاكِ أنتِ هترمي الجثة فين؟ طب ما ترميها في أي حتة. شارع 9 في المعادي أثّر معاكِ حاجة؟ طب حسنين الدسوقي صحيح ما بيخلاش من الناس شتا وصيف، بس برضه ما هو موجود جنبِك يعني. ساعة فرفوشة فبدأ دماغها تدخّلها في أسئلة تفوّقها. هي عربية مين اللي كانت سايقاها؟ أنا أصلًا ما باعرفش أسوق، بس إيه الجمودية في السواقة دي؟ لأ عظيمة يا صاحبي. بدأت تنسى الكابوس المفزع ده، فطرت، لبست، ضبّطت الmakeup، باست باباها ومامتها، ضايقت أخوها شوية، وبعدين حضنته وهو قرفان منها. خرجت من باب الشقة، نزلت لقت فاطمة بنت البواب مستنياها، ادِّت لها بونبوني بتاع كل يوم وبوسة، مشيت مبسوطة لشغلها. في الشغل اندمجت جدًا لإن كان شغل مهم، بس صاحباتها جُم بدأ الهزار بقى والضحك. سألت نهى عن خطيبها وبدأت تقلده، أصل خطيب نهى كان تخين فبدأت تعمل نفسها تخينة. نهى خبطتها وهي بتضحك وقالت لها حرام عليكِ أنتِ متنمرة. هايدي راحت موافقة نهى في الكلام وقالت لها كفاية تنمر بقى يا صاحبي. حاكم هايدي عارفة إن صاحبي مش هتسيبها في حالها وهتقعد تتريق عليها للصبح، بس اللي حصل ساعتها كان غريب جدًا. سحر اللي مبطّلش ضحك وتريقة على خلق الله وشّها قلم، عينيها كانت مركّزة في حتّة واحدة، ضحكتها اختفت، حواجبها اتعقدوا، كلّهم بصّوا في الاتجاه اللي هي بتبُص عليه، كلّهم تنّحوا. سحر كانت بتبُص على شخص واقف في آخر الطرقة، شخص عادي، ممكن يكون وسيم شوية، بس مش لدرجة إنه تخلّي سحر تتنّح كده.